لو بصيت على مسيرة هاني سلامة هتكتشف انها غنية جدا وفيها افلام عايشة لحد دلوقتي، في علامات في زي ما قلنا، ده غير السمعة اللي خدها انه بيمثل عشان بيعجب البنات في فترة، وطبيعي اخد فترة يتعلم فيها، ولكن الفرق انه اتعلم وهو بيمثل قدام الناس وقدام الكاميرا. والحلو في ادوار هاني سلامة انها لايقة عليه، ما فيهاش ماتشات تمثيلية كبير، وده لان الكرو اللي معاه عارف يشيل الفيلم معاه. وده مش معناه ان دوره مشي، بالعكس هو دور البطولة. لو هو مش مقبول عند الناس ما كانش الناس تخش له افلام، وكانوا يعترضوا يقولوا هاتوا بطل غيره. يعني مثلا اول بطولة ليه كان معاه احمد حلمي، وازاي تخلي البنات تحبك كان معاه احمد عيد ومحمد رجب وهند صبري، وخيانة مشروعة هشام سليم وسامح السريطي. الاولى في الغرام جميل راتب واحمد راتب مع احترامنا للجميع طبعا وحفظ الالقاب. الرئيس عمر حرب حدث ولا حرج. خالد صالح مش محتاج اتكلم تاني، وده طبعا عامل اساسي في نجاح افلامه، وده شيء لا يقلل منه. وعشان كده هو بقى هاني سلامة. ممكن يكون بدأ بالصدفة او بالحظ انه عجب يوسف شاهين، ولكن يوسف شاهين ده مش اي حد، ما كانش واخد الموضوع في بدايته جد، وده بسبب طبيعته وسنه اللي مش عند اي حد. يا سلام.